يا مساء الفل عليكم، يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في قناة نيكست ويف وبرنامجكم رحلة الى المجهول. ومعاكم مي خالد والشهرة نمنم. النهاردة بقى هنتكلم عن منزل مسكون في بنجلاديش. يا ترى ايه اللي حصل فيه وايه قصة وراه؟ ان المنزل ده كان قصر اصلا، كان بيسمى بقصر بلادي بلد هاوس. وكان من المعروف ان القصر ده انه اشهر الاماكن المسكونة في البلاد، وان القصر القديم ده بيرجع تاريخه للمدة او الفترة الاستعمارية البريطانية. وفي كتير من القصص الغامضة عن القصر ده، زي اشباح واصوات غريبة وظواهر غير مفسرة. والقصر ده اتبنى في آخر القرن ال19 وأول القرن ال20، وكان بيعتبر منزل فاخر جدا في الوقت ده، واسمه بيرجع للعائلة بلادي، العائلة الثرية، وكانت العائلة المالكة للقصر ده. استخدم القصر لفترات مختلفة كمسكن خاص للعائلة المالكة، وكمان كمكان إقامة لكتير من الشخصيات الاجتماعية البارزة في دكة في بنجلاديش. ولكن بسبب الحروب والاضطرابات السياسية في المنطقة بدأ القصر في الانهيار مع مرور الوقت، وبقى مهجور في السنة الأخيرة. وارتبط القصر ده بكتير من القصص عن الأشباح والظواهر الغامضة، وده اللي خلى ليه شعبية خاصة بين الأشخاص المهتمين بالأماكن المسكونة. الأساطير بقى اللي مرتبطة بالقصر ده وظهور الأشباح، بيتقال إن القصر ده بيعتبر مسكون من قبل أرواح عائلة بلادي اللي ماتوا في ظروف غامضة. بيتقال بقى إن العائلة دي اتعرضت للقتل، يا إما بسبب خلافات داخلية أو مؤامرات، لكن بتشير روايات تانية إلى إنه كان في مأساة عائلية مرتبطة بعوامل خارقة للطبيعة. وبتعتبر بقى القصص اللي بتتقال عن القصر دي هي جزء من الأساطير الشائعة في المناطق اللي معروف عنها إنها أماكن مسكونة أو مباني مهجورة. وفي بعض النسخ من الأساطير دي بقى بيتقال إن أفراد العائلة ماتوا كلهم في وقت واحد، واتنسبت وفاتهم إلى حوادث غريبة، زي مثلا إن حصل لهم تسمم جماعي، أو حصل حريق مفاجئ دمر أجزاء كبيرة جدا من القصر. وإن البعض الآخر بيقول إن موتهم بيتعلق بلعنة أرواح شريرة كانت بتسكن القصر ده وبتعمل مشاكل. وإن مش واضح إن إذا كانت القصص اللي بتتقال دي مثبتة على أحداث حقيقية حصلت، أو إنها مجرد حكايات شعبية بتتحكي عشان تفسر الأحداث الغريبة اللي حصلت في المكان. وإن في أسطورة برضو تانية بتقول إنهم مش مرتاحين ومش في سلام بسبب ماضيهم المظلم، وعشان كده بتظهر أطيافهم في القصر ومحيطه. وإن كتير من الزوار والسكان المحليين قالوا إنهم كانوا بيسمعوا أصوات خطوات تقيلة وكمان همسات خافتة بتخرج من جوه القصر المهدم. وكمان كانوا بيسمعوا أصوات صرخات بعيدة في بعض الليالي من غير أي مصدر واضح. وبلغ بعض الزوار عن ظاهرة الأبواب اللي بتتحرك وبتتفتح وبتتقفل لوحدها، ده من غير أي سبب واضح، وكأن في قوة غير مرئية هي اللي بتحرك الحاجات دي وهي اللي بتعمل كده. وبيتقال بقى إن الحيوانات اللي كانت بتقرب من القصر كانت بتختفي أو بتتصرف بغرابة، وده اللي كان بيخلي الغموض يزيد عن المكان ده. بعض الأشخاص بقى اللي دخلوا القصر ده بيقولوا إنهم شعروا بريحة غريبة جدا، ممكن تكون ريحة العطور القديمة اللي كانت بتستخدمها العائلة المالكة، أو ممكن تكون ريحة العفن أو الخراب اللي كانت ناتجة عن القصر المهدم واللي كانت بتنتشر فيه. هل بقى ممكن ان احنا نزور القصر ده؟ القصر مهدم بشكل كبير جدا، ومع الأسف مش مسموح للزوار عادة الدخول ليه بسبب حالة الخراب اللي القصر عليها، بس بيفضل المكان ده موقع شعبي للباحثين عن الأماكن المسكونة أو الأشخاص اللي حابين يستكشفوا القلاع المهجورة. وإن الأماكن دي بتجذب دايما الفضول ليها من اللي بيحبوا وبيسعوا إنهم يكتشفوا أو يعرفوا الأسرار الغامضة اللي مستخبية جوه الأماكن دي.
وكمان بتعتبر زيارة قصر بلدي محفوفة ومليانة بالمخاطر بسبب حالته، وإن البعض ممكن يلاقوا إن الأجواء جوه القصر مخيفة جدا وكمان مرعبة بسبب الأشباح بيعتقدوا إنها بتسكن المكان. بالرغم بقى من ان كل اللي بيتحكي ده مفيش أدلة واضحة عليه، إلا ان مازالت القصص دي بتتحكي وبتتنقل عبر الأجيال في المنطقة لحد دلوقتي. تفتكروا ايه بقى من الأسباب دي هو فعلا سبب واقعي في موت العائلة دي؟ هل هم اتسمموا فعلا، أو في مؤامرة حصلت ليهم، أو فعلا حصل حريقة في القصر؟ السؤال التاني بقى، هل عندكم الجرأة ان انتوا تزوروا القصر ده وتستكشفوه؟ ولو كانت الإجابة خليكوا فاكرين دايما ان القصر ده وراه قصة طويلة جدا ومظلمة. ويا رب يكون موضوع النهاردة عجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب لقناة نيكست ويف، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصبحوا على ألف خير.